بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده بإذن الله هنتكلم عن مشكلة تداخل الأكشنز في مو. بمعنى إن أنا دلوقتي عندي الشخصية اللي موجودة قدامي دلوقتي عامل أكشن قفل العين وعامل أكشن تدوير الوجه. دلوقتي أنا عامل تدوير للوجه ومحول كل جزء من أجزاء الوجه اللي موجودة معانا باستخدام النقاط. حتى العين اللي موجودة معانا عملتها تدوير باستخدام النقاط. وأكشن قفل العين اللي مقفولة معانا، لو أنا دخلت جوه الأكشن كده هلاقي أكشن قفل العين باستخدام النقاط. لو انا رجعت على المين تايم لاين وقفت على اللاير الاساسي وجيت دلوقتي حابب ان انا اعمل تدوير للوجه واجوه بقفل العين اللي موجوده معانا، هلاقي الاكشن الخاص بقفل العين بايظ بالشكل ده. طب هو باظ ازاي؟ الفكره دلوقتي ان انت عملت تداخل بين اتنين اكشن. اول اكشن كان موجود معاك هو اكشن تدوير الوجه اللي هو انت محرك فيه النقاط الخاصه بالعين، والاكشن التاني اللي هو اكشن قفل العين نفس الفكره انت كنت محرك فيه النقاط. فتداخل النقاط مع بعض بوظ معاك الاكشن الخاص بقفل العين. واحنا عشان نحل المشكله دي في نقطتين نقدر نستخدمهم. النقطه الاولانيه ان انا بواعي وانا بعمل تدوير للوجه ممكن احرك العين باستخدام اللاير زي ما شرحناها في الحلقه اللي فاتت. لو انت ما شفتش الحلقه الخاصه بتدوير الوجه ممكن ترجع تشوف الحلقه وترجع تكمل معانا المشكله دي وتشوف حلها ازاي. ان انا دلوقتي وانا بعمل تدوير للوجه ممكن اوعي ان العين واخده معايا اكشن قفل العين باستخدام النقاط، فانا ممكن احرك العين باستخدام اللاير وانا جوه الاكشن الخاص بتدوير الوجه، او ممكن احركها باستخدام العظام. لو انا اعمل لها ربط البون لاير ممكن اعمل لها تحريك باستخدام البون لاير، فكده مش هيحصل معاكسه من الاكشنز وبعضها. هي المشكله بتحصل ان انت تكون محرك نفس اللاير بنفس الطريقه سواء بالنقاط او بجروب لاير او بالعظام. وكده نكون خلصنا اول طريقه عشان نحل بيها المشكله دي. تاني طريقه نقدر نتعامل بيها هو سكريبت سهل ولذيذ جدا. اول حاجه هحذف المفاتيح اللي موجوده معانا هنا، وهقف على اللاير العظام الاساسي، واقف على اي فريم انا عايزه وليكن هخليه الفريم رقم 24، وابدا اعمل تدوير للوجه واعمل اكشن قفل العين بالشكل ده. تاني حاجه هتنقل للاير العين وابدا اظبط قفله العين بشكل يدوي. خلي بالك ان انت بتعدل النقاط في نفس الفريم اللي انت عملت فيه حركه العظام. انا عملت حركه العظام عند الفريم رقم 24 وبعدل النقاط في نفس الفريم اللي هو رقم 24. نفس الفكره اطبقها على العين التانيه. كده الى حد ما أنا ظبطت قفله العين. تاني حاجه بعملها وانا واقف على اللاير الاساسي للشخصيه ان انا بعمل سيلكشن على العظام اللي فيها مشكله، اللي هي عظمه تدوير الوجه وعظمه قفل العين. بعمل لهم سيلكشن بالشكل ده، وهستعمل سكريبت جديد ان شاء الله. السكريبت ده هسيبه لك في الوصف تقدر تحمله وتثبته، وانا هوريك هتثبته ازاي جوه برنامج مو. هتضغط على السكريبت اللي موجود معاك هنا وهو ميكس سمارت بونز. اول ما بضغط عليه هتظهر لك النافذه دي، هتطلع منها. فكره السكريبت ده ان هو عامل لك ميكس بين الاكشن الموجود في تدوير الوجه والاكشن الخاص بقفل العين، ومطلع لك النتيجه اللي انت مظبطها يدوي بايدك عشان توصل لافضل نتيجه. يعني انا دلوقتي لو جيت احذف الكي فريم اللي موجود معايا هنا، وتعالوا كده نجرب اكشن قفل العين وليكن على اي فريم تاني، عملت تدوير الوجه واجرب بقفل العين، هلاقي العين بقت بتقفل مفيش اي مشكله خالص. دلوقتي عايزك تلاحظ معايا في الاكشن اللي موجود معايا هنا، هو عمل لي اكشن جديد مكتوب تيرن فيس وكلوزد ايز. هو عمل لي ميكس بين الاثنين اكشن بالتعديل اللي انا عملته معايا بشكل يدوي، وهتلاقي انشاء لي عظمه موجوده معايا هنا ما تشغلش بالك بيها. هي الفكره ان هو دلوقتي عمل ميكس بين الاثنين اكشن عشان يطلع الوضع الجديد اللي انت عايزه ومعدله بايدك بشكل يدوي. ان شاء الله السكريبت ده هيكون موجود معاك في الوصف. وعشان تثبت السكريبت اللي موجود معاك هنا هتضغط على سكريبتس انستول سكريبت وهتختار سيلكت سكريبت فولدر.
وهتجيب مكان السكريبت وهتضغط على الفولدر الخاص بالسكريبتس وتضغط سيلكت فولدر. لو انت اخترت اي فولدر تاني مش هيشتغل، لازم تحدد الفولدر اللي اسمه سكريبتس وتضغط سيلكت فولدر، وهتلاقي السكريبت ظهر معاك بالشكل ده والايقونه ظهرت معاك جوه البرنامج. ونفس الفكره والسكريبت ده تقدر تطبقه بين تداخل اي اكشنز موجود معاك في اي شخصيه، سواء انك تخلي الشخصيه ترفع راسها او تنزل، مع انك تحافظ على اكشنات الوجه الخاصه بقفل العين او رياكشن او اي حاجه انت عايزها، وهتحل معاك مشاكل كبيره. وان شاء الله اتمنى يكون الدرس سهل وسلس وبسيط، ولو في اي حاجه مش واضحه فانا معاكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.